واش فراسك باللي ممكن تكون كتكذب على راسك وكتضيع عليك الحقيقة كاملة غير بهاد الفكرة البسيطة؟ واش بصح كتحساب لك باللي دول بحال إسبانيا وفرنسا وميريكان كيفيقوا الصباح كيشربوا قهيوتهم وكيقولوا يلا نعترفوا بمغربية الصحراء حيت المغاربة زوينين وطيوبين؟ إلا كنتي كتفكر بهاد الطريقة خاصك تعرف باللي راك بعيد بزاف على الواقع وعايش في واحد الفيلم خيالي ما عنده حتى علاقة بالسياسة الحقيقية. حيت يا صديقي العالم اللي احنا فيه ما كيتحركش بالعاطفة وما كيعرفش الصداقة الدائمة، كيعرف غير لغة واحدة: المصالح الباردة، الحسابات الدقيقة والبيزنس اللي ما فيه لا قلب لا مجاملة. واليوم في هذا الفيديو من الشارع المغربي غادي نحكي لك قصة، ماشي غير قصة انتصار ولكن قصة لعبة كبيرة تلعبات في الكواليس. المغرب فيها ما ضرب حتى قرطاسة واحدة وربح معركة كانوا ناس كيشوفوها مستحيلة، ولكن في المقابل كاين ثمن خفي، ثمن ما كيتقالش في الأخبار وما كيبانش في التصريحات الرسمية. قبل ما نكمل، إلا كنتي باغي تفهم كيفاش كيتحرك العالم الحقيقي وشنو واقع فعلا وراء الكواليس، دير اشتراك دابا وخليك مع الشارع المغربي حيت اللي جاي غادي يبدل نظرتك بزاف د الحوايج. دابا تخيل معايا نفس داك المشهد، ولكن هاد المرة قرب الكاميرا شوية، ركز مع التفاصيل. مواطن مغربي جالس في القهوة، صوت المعالق كيضرب في الكيسان، دخان القهوة طالع بشوية، والتلفازة معلقة في الحيط كتعيد نفس الخبر: اعتراف جديد، دعم جديد، خريطة كترسخ. كيوقف شوية، كيشوف، كيبان عليه الفخر، وفعلا الإحساس حقيقي وما فيه حتى شك. ولكن منين كيهبط عينيه الكاس ديال القهوة كيسكت وكيطلع داك السؤال اللي كيهضر به غير مع راسو: مزيان، ولكن أنا فين غادي نبان في هذا الفيلم؟ وهنا كتبدا القصة اللي ما كيبانش، حيت داك السؤال الصغير هو في الحقيقة أخطر سؤال ممكن يتطرح، حيت كيدخلك مباشرة لعمق اللعبة، بعيد على الشعارات وبعيد على الحماس اللحظي. كيشوف صاحبه وحده كيقول ليه راه ربحنا دبلوماسيا، كيحرك راسه بالإيجاب، ولكن في داخله عارف باللي اللعبة أكبر من كلمة ربحنا، حيت السياسة الدولية ماشي فرحة جماعية، راه حسابات باردة، كل حركة فيها ثمن، وكل ابتسامة وراها اتفاق، وكل تصريح وراه مصلحة. تخيل معايا الشطرنج ماشي غير طابلة وقطاع، ولكن لعبة صبر. ممكن تضحي بقطعة اليوم باش تربح غدا، ممكن تبان خاسر في واحد المرحلة ولكن في الحقيقة راك كتحضر للضربة القاضية. وهذا الشيء بالضبط اللي وقع. سنين طويلة والمغرب كيجمع في الوراق، كيتحمل الضغط، كيسكت في بعض اللحظات وكيضغب في مواعيد محسوبة. ماشي صدفة أن التحول جاب هذا الشكل، وماشي صدفة أنه جا في هذا التوقيت، حيث في واحد الوقت أوروبا كانت كتشوف في المغرب غير مورد، بحر، فلاحة، موقع جغرافي. وملف الصحراء كان بحال الزر الصغير في يديهم، غير يضغطوا عليه كيبدل التوازن. بغاو اتفاقية، ضغط، بغاو تنازل، ضغط، بغاو يلوحوا برسالة، نفس الزر. وكان الهدف واضح: خلي الملف معلق باش تبقى اللعبة مفتوحة ويبقاو هما اللي كيربحوا في كل سيناريو. ولكن اللي ما كانوش حاسبين ليه هو أن الطرف الآخر غادي يبدل طريقة اللعب. وهنا دخلنا للمرحلة اللي تبدلت فيها القواعد. المغرب ما بقى كيتفاعل ولا هو اللي كيبادر، خرج من دور اللي كيتسنى الحكم ولا هو اللي كيرسم حدود الملعب. الرسالة كانت واضحة وقاصحة، اللعبة تبدلات والقوانين تبدلوا، وهنا تبدلات حتى طريقة التفكير عند الدول الأخرى. ما بقاتش كتسول واش نعترفوا ولا لا، ولات كتسول شحال غادي يكلفنا نكونوا غد. وهذا الفرق صغير في الكلام ولكن كبير في التأثير. إسبانيا اللي كانت كتحاول تبقى في النص بدات كتحس بالضغط الحقيقي، شركات، حدود، تعاون أمني، كل شيء مربوط بخيط واحد. وفرنسا اللي كانت مرتاحة في الدور ديالها التقليدي لقات الأرض كتحرك من تحتها، النفوذ كينقص والمنافسة كتكبر. أما أمريكان شافت الفرصة من زاوية أخرى، النفوذ، الأسواق والتوازنات الدولية. ولكن دابا نرجعوا لذاك المواطن، حيت هو لب القصة، حيت هو كيسمع هاد التحليلات كاملة كيبقى داك السؤال حاضر: واش هاد الربح غادي يوصل ليا؟ وهنا كنرجعوا للحقيقة اللي ما كتعجبش بزاف ديال الناس: لا، ما كيوصلش مباشرة، حيت بين القرار الدولي وحياة المواطن كاين طريق طويل عامر بالتفاصيل، بالسياسات وبالاختيارات الداخلية. ودابا نوقفوا في واحد النقطة اللي خاصها الجرأة. هاد الاعترافات ماشي هدايا، راه مفاوضات ثقيلات، ورا كل موقف دولي كاين ملف اقتصادي، كاين مشروع، كاين عقد كيتوقع، شركات كتدخل، استثمارات كتحرك، وصفقات كتكبر. يعني باختصار المصالح كتبدل ولكن ما كتمشيش بلا مقابل. والمغرب لعبها بذكاء، ما عطاش بلا حساب وما خداش بلا ثمن، دار توازن بين الهدف السياسي والمصلحة الاقتصادية. ولكن هذا التوازن هو اللي غادي يحدد شكون الرابح الحقيقي في النهاية، واش غير الدولة ككيان ولا حتى المواطن كفرد. وهنا كتبقى القصة مفتوحة، حيت داك المواطن اللي جالس في القهوة ممكن يخرج من تما وهو فرحان وممكن يخرج وهو حائر.
والفرق بين الحالتين ماشي في الأخبار ولكن في شنو غادي تبدل في حياته هو. المغرب لعبها بالذكاء، ولكن ماشي ذكاء بسيط، ذكاء ديال واحد اللي عارف اللعبة من الداخل. جمع المصالح في جهة وحط الصحراء بجهة أخرى، وما خلى حتى واحد الاختيار سهل. دارهم قدام معادلة واضحة، يا تختار الربح معايا يا تحمل الخسارة ضدي. وهنا الميزان ما مالش صدفة، مال حيت الطرف الآخر لقى راسو مضطر ماشي مقتنع. وهنا خصنا نوقفوا شوية ونشوفوا الصورة من زاوية أخرى، زاوية اللي ما كيبانش في الكاميرا. حيت فاش كنقولوا المغرب ربح راه كنهضروا على مستوى دولة، على مستوى قرار، على مستوى توازنات كبار. ولكن المواطن فين كيبان في هذا الربح؟ واش كيتحول ليه فرص خدمة، في تعليم حسن، في صحة كتحترم الكرامة، ولا كيبقى غير رقم في واحد المعادلة كبيرة؟ تخيل معايا واحد الشاب قاري طموح كيقلب على خدمة، كيسمع باللي البلاد ولات قوة إقليمية، كيشوف المشاريع، كيشوف الاستثمارات، ولكن منين كيمشي يدق الباب كيلقى نفس الحوايج. صبر شوية، رجع غدا، مازال ما خرجتش الرخصة. في ذاك اللحظة كيوقع الاصطدام بين صورتين، صورة المغرب اللي طالعة الفوق وصورة الواقع اللي باقي مشدود لتحت. وهنا كيبان التناقض الحقيقي، ماشي تناقض بسيط ولكن فجوة بين السرعة ديال الخارج والبطء ديال الداخل، بين الجرأة في القرارات الدولية والتردد في الإصلاحات اليومية. ومن هنا كيخرج السؤال اللي كيقلق: واش ممكن تبني قوة كبيرة من برا بلا ما تصلح الأساس من الداخل؟ حيث أي بناية إلا كان الأساس ديالها ضعيف مهما طلعت غادي تجي نهار وتتهز. وفي نفس الوقت إلا درنا مقارنة مع الخصوم كنلقاو صورة معكوسة، هما غارقين في الشعارات، كيهضروا بزاف وكيحققوا قليل، كيصرفوا الملايير باش يشريوا مواقف، ولكن المواقف ما كدومش حيت مبنية لا على مصالح حقيقية لا على ثقة. والمشكل الكبير أن المواطن ديالهم هو اللي كيتحمل النتيجة، اقتصاد ضعيف، ضغط اجتماعي ومستقبل ضبابي. أما المغرب اختار طريق آخر، طريق أصعب ولكن أذكى، ما بقاش كيشري الكلام ولا كيبني الواقع. دخل إفريقيا ماشي كضيف ولكن كشريك، استثمر، بنى مصانع، دار روابط اقتصادية كتخلي الدول الأخرى محتاجة ليه ماشي غير متعاطفة معاه. وهنا وقع التحول الكبير، من كون معايا حيت كنطلب لكون معايا حيت محتاج تكون معايا. وهذا النوع ديال القوة هو اللي كيدوم. ولكن زيد عمق معايا أكتر، الصحراء نفسها تبدلات في الدور ديالها، ما بقاتش غير أرض كنحاولوا نحافظوا عليها، ولات محرك اقتصادي. مشاريع طرق كترباط، موانئ كتستقبل، واستثمارات كتحول المنطقة لنقطة عبور استراتيجية. يعني تخيل خريطة جديدة كترسم، تجارة جاية من إفريقيا، دازة من الجنوب، طالعة للشمال ومشات حتى لأوروبا وأمريكا. وفي وسط هاد الشبكة كاين المغرب واقف، ماشي غير مشارك ولكن كمحور. وهنا كنرجعوا للقاعدة الذهبية: اللي كيتحكم في التجارة كيتحكم في القرار، حيث القرار السياسي في الأخير كيتبع المصالح الاقتصادية. ولكن ورغم هاد الصورة القوية كيبقى هذاك السؤال الأول كيدور: واش هاد القوة غادي توصل حتى للزنقة، حتى لذاك الشاب، حتى لذاك المواطن اللي كيتسنى دوره؟ حيث التحدي الحقيقي ماشي كيفاش تربح اللعبة الدولية، ولكن كيفاش تخلي الربح يتقسم بعدل في الداخل، كيفاش تحول الانتصار الكبير لمكاسب صغيرة ولكن حقيقية في حياة الناس. وهنا كيبان الفرق بين دولة كتطلع ودولة كترسخ، الأولى كتحقق إنجازات والثانية كتخلق تأثير. والمغرب اليوم واقف بين هاد الجوج، وعليه القرار: يا يكمل الطريق ويقوي الداخل، يا يخلي الفجوة تكبر حتى تولي خطر. وهنا القصة مازال ما سالاتش، حيت الفصل الجاي هو اللي غادي يبين شكون كان كيلعب صح وشكون كان غير كيربح الوقت. وهنا وصلنا للنقطة اللي كيتفرق فيها الطريق، ماشي بين الربح والخسارة ولكن بين الربح الحقيقي والربح اللي غير باين. المغرب ربح الجولة، هذه ما فيهاش نقاش، ولكن واش واجد يكمل البطولة؟ حيت اللي صعيب ماشي توصل، اللي صعيب هو تبقى ثابت وما تطيحش منين كيبدا الضغط الحقيقي. ودابا تخيل معايا واحد السيناريو آخر، نفس داك المواطن ولكن هاد المرة ماشي في القهوة بل في إدارة ولا في سبيطار ولا كيقلب على خدمة، كيشوف بعينيه بلاد كتهضر على مشاريع كبار، على استثمارات، على قوة إقليمية، ولكن منين كيوصل الدور ديالو كيلقى راسو كيتصادم مع واقع آخر. هنا كيوقع التصادم الحقيقي، ماشي بين دول ولكن بين التوقعات والواقع. وهنا كيبان السؤال اللي كيحسم كل شيء: واش البنية الداخلية قادرة تحمل هذا الوزن الجديد؟ حيث القوة الجيوسياسية ماشي غير صورة زوينة في التفازة،
راه مسؤولية ثقيلة، كتطلب إدارة كتخدم بسرعة، مؤسسات كتجاوب، وقوانين كتطبق بلا تعقيد. إلا ما كانش هادشي، القوة كتولي غير واجهة، والداخل كيبقى كيغلي بصمت. وشوف الخطورة فين كاينة. الخطر الحقيقي ماشي هو شي عدو من برا، حيت هادوك معروفين وكيبانوا. الخطر الحقيقي هو داك الشرخ الصغير اللي كيبدا بين المواطن والدولة، داك الإحساس اللي كيكبر بشوية. واش أنا داخل في هاد القصة ولا غير كنشوفها من بعيد؟ حيت ملي كتضيع الثقة كتولي أي إنجازات كبيرة ما عندها حتى طعم. والثقة ما كتشراش وما كتبناش في نهار ولا جوج، كتبنى بالتراكم، في الإدارة اللي كتسهل، في المسؤول اللي كيتحاسب، في الفرصة اللي كتجي في وقتها، في الكرامة اللي كتحترم في التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة. ومن هنا كنرجعوا للنقطة الحاسمة. ال5 سنين الجاية ماشي غير مرحلة عادية، هذه اختبار واش المغرب غادي يقدر يدير داك التحول الثاني من قوة خارجية لقوة داخلية متماسكة. حيت التحول الأول كان دبلوماسي واستراتيجي، ولكن التحول الثاني خاصو يكون اجتماعي واقتصادي حقيقي. تخيل معايا إلى نجحت التحول، غادي تولي الصورة مكتملة، دولة قوية برا ومواطن قوي داخلها. ولكن إلا بقى الخلل غادي تبقى الصورة منقوصة، وغادي يبقى داك السؤال كيتعاود في كل قهوة، في كل دار، في كل عقل: فين نصيبي أنا؟ وهنا كنكون وصلنا لخلاصة القصة، ماشي النهاية ولكن البداية ديال فصل جديد أخطر وأعمق. فصل ما فيش تصفيق بزاف، ولكن فيه نتائج كتبان في الحياة اليومية. تحليل بسيط: المغرب دار خطوة كبيرة من اللي خرج من موقع الدفاع للهجوم وربح مواقع مهمة في الساحة الدولية، ولكن التحدي الحقيقي دابا هو كيفاش يحول هذا الربح لقيمة ملموسة للمواطن. حيت النجاح ماشي غير أنك تكون قوي قدام العالم، النجاح هو أنك تكون مفيد لولاد بلادك. إلا عجبك هذا الغوص العميق وفهمتي اللعبة من زاوية مختلفة، راه مازال الخير القدام. في شاشة النهاية كاين 2 فيديوهات غادي يكملوا لك الصورة من زوايا أخرى. اختار واحد وكمل الرحلة، حيت القصة ما سالتش هنا. وكان معك الشارع المغربي، شكرا على المتابعة ديالك. تهلا في راسك، ونتلاقاو قريب في حكاية جديدة كتستنى تكتشفها.